بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. لو بتشوفنا اضغط لايك. الفيديو لما يعمل 1000 مشاهدة ولاقي فيه 50-60 لايك، طب انت هتخسر ايه؟ انت شاهدت الفيديو، تشكر على مشاهدتك للفيديو. فين الضغط على اللايك؟ ده ما تدوس على اللايك ده تبين لي ان انت متفاعل معايا، واللايك بتاعك ده بيوصلنا لابعد مدى. بتمنى مشاركتكم للحلقة بتاعتي، وشكرا على المشاهدة، وما تنساش الضغط على زرار اللايك. بعتذر لحضراتكم امبارح بسبب مشاكل تقنيه ان انا ما قدرتش اطلع مع حضراتكم امبارح، وفاتنا اخبار مذهله. اخبار مذهله وهي انضمام محمود الزنفالي او الزنفالي بناء على مصدرنا داخل النادي الاهلي. لما سالوا قال له انت اسمك الزنفولي ولا الزنفالي؟ قالوا لا انا اسمي محمود الزنفالي. محمود الزنفالي ده فاتنا عشان ما سجلناش امبارح نقول انضمام محمود الزنفالي لمده 6 شهور للنادي الاهلي قادما من نادي الداخليه. الزنفالي عنده 31 سنه وجاي النادي الاهلي لمده 6 شهور. بصراحه هو حارس جيد، لعب المباريات اللي هي كان ضد النادي الاهلي، قدم مباريات كبيره. النادي الاهلي لم ينجح في تسجيل في مرمى الزنفالي في كل المباريات اللي واجه النادي الاهلي فيها غير هدفين فقط، ده لان هو حارس جيد. ده فاتنا خبر الزنفالي. الخبر الثاني اقاله روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، وهناك اجتماع مع اتحاد الكره لبحث الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هل هو هيسيب 50% شرط جزائي ولا هياخد الفلوس كلها؟ وتعيين محمد يوسف مدربا عام لمنتخب مصر لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي اخر. دي بالنسبه لايه الخبرين اللي هم فاتونا ان انا ما سجلتش مع حضراتكم امبارح. وطبعا مباراه مالي، كانت مباراه مالي وكوت ديفوار، ومالي لعبت مباراة كبيرة ولكن فازت كوت ديفوار. مالي كانت متقدمة 1-0 وضيعوا ضربة جزاء، ولكن كوت ديفوار عمل رومونتادا وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الرابع الإضافي. مبروك لكوت ديفوار وهارد لك لفريق مالي. وصعود جنوب افريقيا لنصف النهائي. جنوب افريقيا طبعا هو بيرسي تاو لملاقاة منتخب نيجيريا بعدما فازوا على الرأس الأخضر بضربات الجزاء الترجيحية 2-1. وتألق للرهيب حارس مرمى جنوب افريقيا وفريق سان داونز ويليامز، تصدى ل4 ضربات جزاء. بصراحة إنه حارس رائع. مبروك لجنوب افريقيا ومبروك لبيرسيتاو الصعود لقبل النهائي لملاقاة فريق نيجيريا. يبقى كوت ديفوار هتلاعب الكونغو في الدور قبل النهائي، ونيجيريا تلاعب جنوب افريقيا في قبل النهائي. بالتوفيق ان شاء الله للاعبنا بيرسيتاو لتخطي عقبة قبل النهائي ولعب المباراة النهائية. نروح بعد كده لاخبارنا، اخبار النادي الاهلي. والنادي الاهلي على اعتاب صفقه مدويه. الصفقه دي لو تمت هتعمل رجه في قاره افريقيا. النادي الاهلي من الان بيخطط لصفقات الصيف القادم. الصفقه المدويه ديت وهي صفقه اللاعب موكوينا. لاعب موكوينا ده لاعب سان داونز ولاعب منتخب جنوب افريقيا. اللاعب ده بيلعب في سان داونز وبيحمل الرقم 4، وده نجم النجوم في في منتخب جنوب افريقيا. واللاعب ده لو تذكروا بحضراتكم لو بتتابعوا مباراه جنوب افريقيا، اللاعب ده في مباراه جنوب افريقيا ضد المغرب ده اللي احرز الجول الثاني لمنتخب جنوب افريقيا من كره ثابته خارج منطقه الجزاء، في لعبها في المقص في مرمى الحارس ياسين بونو.
اللاعب ده بصراحة لاعب سريع، لاعب بيلعب في أكتر من مركز، بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال وبيلعب صانع ألعاب، وممكن يلعب وسط ملعب، آه، آه، مدافع، ووسط ملعب مهاجم. لاعب بصراحة لاعب جوكر. لو تمت الصفقة دي هتبقى بص ضربة معلم من النادي الأهلي للفريق ده. وكيل النادي الأهلي خاطب وكيل أعمال مكوينة، ووكيل أعمال مكوينة مرحب بالعرض، واللاعب موافق إن هو ينتقل للنادي الأهلي. وكيل أعمال مكوينة خاطب نادي سان داونز إن هو ينتقل للنادي الأهلي. سان داونز ما عندوش أي مانع، وقال قال لهم طب حددوا الرقم اللي انتم عايزينه من النادي الاهلي لانتقال اللاعب الصيف القادم. لاعب مكوينة عقده ينتهي بنهاية موسم 2025، يعني قدامه سنة ونص مع فريق سان داونز. الصفقة دي لو تمت هتبقى صفقة قنبلة للنادي الأهلي. اللاعب ده بيبلغ من العمر 27 سنة، يعني ممكن يقدر يدي للنادي الأهلي 5 أو 6 سنوات قادمة إن شاء الله. هناك أنباء عن رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي. كل ما أمير توفيق يعمل صفقتين أو 3 للنادي الأهلي تطلع أنباء عن رحيله عن النادي الأهلي. تواصلت مع مصدرنا داخل النادي الأهلي وسألت عليه، قال لي لا صحة للأنباء ديت. أمير توفيق من العلامات البارزة داخل النادي الأهلي في موضوع الصفقات، فطبعا لا صحة ان هو هيمشي من النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لعب مباراة ودية مع فريق سموحة السكندري، وفاز النادي الاهلي 2-1. تقدم فريق سموحة 1-0 عن طريق مهاجمه حسام حسن، تقدم 1-0. وتعادل موديست للنادي الاهلي واحرز هدف الفوز. يعني أنطونيو موديست كان نجم المباراة وأحرز هدفين للنادي الأهلي. النادي الأهلي لعب مباراة كبيرة، كان أبرز العائدين للمباراة رضا سليم، اللاعب اللي كان مصاب عنده خلع في الكتف، اللاعب المغربي. عودته عودة ولعب 60 دقيقة في المباراة. وفي معتز محمد المدافع كان بيلعب النهارده، اطمئنينا على 2. وعودة حسين الشحات من الإصابة ولعب برضه وقت كبير في المباراة بصراحة. وتألق لأفشة، بصراحة لعبوا مباراة كبيرة، وتألق لمصطفى شوبير في المباراة. دي كانت مباراة مهمة للنادي الأهلي استعدادا لاستئناف مبارياته يوم 16 فبراير أمام شباب بلوزداد في الجزائر. كانت طبعا آخر أخبارنا ومباراة الأمس، المباراة الرائعة ما بين فريق أرسنال وليفربول. أرسنال قدموا مباراة رائعة، وكانت مباراة ليفربول قدم مباراة جميلة جدا في الشوط الثاني، ولكن أخطاء حارس مرمى ومدافعيه هي تسببت في الهزيمة وفوز أرسنال 3-1. ولم يستطع ليفربول تعزيز موقفه في صدارة الدوري الإنجليزي بعد هذه الهزيمة، وأرسنال يقترب رويدا من قمة الدوري الإنجليزي. دي كانت آخر أخبارنا. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب والفيسبوك علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.